اليوم هذا هو أعظم يوم في السنة، اليوم اللي ممكن دعوة صادقة تخرج فيه من القلب تغير كل حياتكم. هذا يوم عظيم وعشان هيك لازم نستعد له كتير منيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيفكم أحبابي؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وبأحسن حال. الحمد لله الذي بلغنا يوم عرفة، الحمد لله الذي خصنا برحمة وفضل في هذا اليوم العظيم. قولوا معي ورددوا: الحمد لله، والله إنك يا ربي رحيم، والله إنك يا ربي كريم معطاء، وإحنا اللي مقصرين في حقك يا كريم. ربنا من رحمته منحنا أوقات بتنزل فيه رحماته على العباد في أوقات كثيرة، ويقبل فيها الدعاء ويفرج فيها الهم، مثل وقت السحر وهي الساعة اللي قبل صلاة الفجر، أو ما بين الأذان والإقامة في الصلوات المكتوبة، آخر ساعة في يوم الجمعة. بس أفضل هذه الأوقات وأعظمها عند الله وعند الملائكة هو يوم عرفة. عشان هيك لازم نستعد كتير كويس لهذا اليوم، نحاول نرتب أمورنا وانشغالاتنا، نحاول ندخل هذا اليوم وقلوبنا مستعدة وأرواحنا حاضرة مع الله، حتى لو عندنا شغل، حتى لو عندنا التزامات، حتى لو مش قادرين نفضي حالنا، لازم القلب يضل متعلق في الله في هذا اليوم. خلوا ألسنتكم مشغولة بالذكر ورددوا الدعاء، والله إنه ربنا شايفنا كلنا ومطلع على القلوب وعلى النوايا. فيلي مشغول ما تقول أنا مش فاضي. أعظم عبادة أنتم بتعملوها في هذا اليوم هي مجاهدة النفس رغم الانشغال والتقرب إلى الله في أوقات العمل وفي أوقات الانشغال. تخيلوا لو أن عندكم مقابلة مع ملك عظيم أو شخص مسؤول كبير في هذه الدولة. هذه المقابلة يعني أنتوا في هذه المقابلة راح يعطيكم هذا الشخص كل اللي بدكم إياه، شو ما طلبتوا راح يكون طلبكم مجاب. شو راح تعملوا؟ كيف راح تستعدوا لهذا اللقاء؟ أكيد راح تستعدوا كتير كويس، راح ترتبوا أموركم وراح تفضوا حالكم عشان تكونوا حاضرين ومركزين في كل حواسكم في هذا اللقاء. ولله المثل الأعلى. أنتوا في هذا اليوم في مقابلة مع ملك الملوك الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. شو ما طلبتوا راح يعطيكم مهما كان الأمر عظيم. والله لا يعظم شيء على الله. الله عظيم، وهو الذي أمره ما بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. يوم عرفة هو اليوم المشهود، هو يوم عظيم عند الله وله كرامة عظيمة. هذا اليوم الملائكة تحضر كلها، والله يباهي بنا الملائكة ويباهي الحجاج، يباهي بهم الملائكة. يعني متخيلين أهمية وعظمة هذا اليوم وروعته عند رب العالمين. اليوم هذا تستجاب فيه كل الدعوات وتنزل كل الرحمات ويغفر الله لعباده الصائمين سنتين. تخيلوا من كثر تخيلوا كثر ما بينزل خير ومغفرة وعتق من النار على العباد في هذا اليوم. هذا اليوم هو أسوأ يوم في حياة الشيطان، لأن الله يعتق رقاب الناس في هذا اليوم من النار. هو أكثر يوم بيتم فيه عتق رقاب الناس من النار. هذا اليوم هو أسوأ يوم للشيطان، مش أنا اللي بحكي هيك، هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم هو خير يوم أنزل للناس، خير يوم تدعي فيه الله. عشان هيك لازم نهيئ أنفسنا كتير كويس. لو أنت أم أو زوجة أو عاملة، خلصي أمورك بدري عشان يكون عندك وقت كافي للتعبد وللدعاء. حتى لو انشغلتي في تجهيز الطعام، خلي لسانك شغال بالذكر والدعاء، خلي قلبك حاضرا ومستشعرا لعظمة هذا اليوم. ولو كنت راجل وعندك مسؤوليات وعندك شغل ومش فاضي، نفس الإشي، خليك مستشعر عظمة هذا اليوم وخلي لسانك على طول شغال بالذكر والدعاء. هذه فرصة عظيمة والله لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة، وإحنا مش ضامنين عمرنا. مين متأكد إنه راح على الأكيد يكون عايش في نفس الوقت السنة الجاية؟ أكيد ولا حدا، ما حدا بيضمن عمره ولا بيضمن الزمان. عشان هيك اغتنموا الفرصة وخلوا يقينكم كبير وعالي في الله. أنتم تطلبون من ملك الملوك، ملك السماوات والأرض، مش من ملك عادي ولا إنسان
أنتم تطلبون من ملك الملوك القادر على كل شيء والمدبر الأمر. من يقدر أن يعطينا الصحة؟ مين بيقدر يعطينا صحة لو كنا مرضى؟ مين بيقدر يعطينا سكينة؟ مين بينزل اطمئنان القلوب وراحة البال؟ مين بيقدر يهدي أولادكم؟ مين بينزل اللطف والرحمة والحفظ على عباده؟ طيب مين ممكن من ملوك الأرض يعطيك هدول؟ ولا حدا. ممكن ملك الأرض يعطيك مال، أو هذا المسؤول الموجود في الأرض يعطيك مال، يعطيك وظيفة، بيت، ذهب، بس في حاجات أغلى بكتير من هذه الماديات. في حاجات ما حدا بيقدر يعطينا إياها إلا الله، وأهمها المغفرة، الرحمة، الصحة، راحة البال، هداية الزوج وهداية الأولاد. والله إنها البركة. البركة إذا نزلت من عند الله عز وجل على بيوتكم، يعني هي أهم إشي في الدنيا، أهم من أي أمور مادية تانية. فلازم ندخل هذا اليوم وكلنا يقين إنه شو ما راح نطلب راح يعطينا الرحمن الرحيم الكريم العزيز الوهاب. اطلبوا حاجاتكم المادية والمعنوية، ادعوا لخير الدنيا وخير الآخرة، ادعوا بأدق التفاصيل. شو انتو حابين؟ كيف بدكم حياتكم تكون؟ كيف بدكم تغيروا بعض الأمور في حياتكم؟ شو بتحلموا؟ شو هو حلمكم؟ احكوا لربنا، ادعوا، انتم مش خسرانين اشي. والله ربنا قادر على أن يغير كل شيء بدعوة صادقة خارجة من القلب. الناس اللي حاسة انهم مشتتين مش عارفين شو يعملوا في هذا اليوم وكيف يرتبوا امورهم وكيف يرتبوا يعني دعواتهم، هاد جدول صغير لو طبقتوه بوعدكم انكم راح تستفيدوا من كل لحظة وكل ثانية وكل ساعة في هذا اليوم. ابدأوا من قبل بيوم، الليلة اللي قبل يوم عرفة ناموا بدري وخلوا النية أنا بدي أنام بدري عشان أقدر أقوم وأكون يعني أقوم للصلاة. بدي أنام بدري عشان جسمي يرتاح وفكري يرتاح وأخذ كفايتي من النوم. انتوا عارفين إنه قلة النوم ممكن تأثر على التفكير وتأثر على التركيز. النية تكون أنا بدي أنام عشان جسمي يرتاح وأخذ كفايتي من النوم والراحة، فأقدر إني أصوم وأقدر إني أتعبد تاني يوم وأنا مرتاح. حطوا النية قبل صلاة الفجر، أو حطوا المنبه قبل صلاة الفجر بساعة. صلوا ركعتين واقعدوا على السجادة، استغفروا قد ما تقدروا، استغفروا واستحضروا الذنوب واعقدوا النية ما ترجعوا إلها. والله ربنا راح يكون معاكم، راح يعينكم، راح يساعدكم كمان لو التوبة صادقة وخارجة من القلب بنية صافية. تكلموا من القلب بدون ما أن تشغلوا أنفسكم بالصيغة أو العد. ممكن بعد الاستغفار قراءة من 5 إلى 10 صفحات من القرآن الكريم، أو قراءة سورة محببة إلى قلوبكم. اختموا جلستكم بالصلاة على النبي وبالدعاء. يعني لو أنت مثلا قمت قبل الأذان بساعة، كيف ممكن نقسم هاي الساعة؟ 10 دقائق صلاة، 20 دقيقة استغفار، 15 دقيقة مثلا قراءة قرآن، 15 دقيقة دعاء، وهيك. يعني قسموا الوقت مظبوط حتى ما تنحرموا أو ما تحرموا أنفسكم من أجر كل هذه الطاعات. نوعوا في الطاعات، تفننوا في الطاعات، تسحروا. النقطة الثانية، تسحروا، كلوا حبات تمر، حاجة خفيفة، فنجان قهوة للناس أو نسكافيه للناس اللي متعودة إنها تشرب شغلات مثل هيك. أي إشي بعينكو على الصيام، لأنه النهار طويل شوي والجسد محتاج وقود عشان يكمل نهاره. أذن الفجر، صلوا صلاة الفجر وخليكم على السجادة. رددوا أذكار الصباح وأكثروا من التسبيح وأكثروا من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اذكروا الله بأي ذكر انتوا حابينه، بس كثروا من الباقيات الصالحات. وهيك لحد ما الشروق يطلع أو حد ما تطلع الشمس. وبعد ما تطلع الشمس صلوا ركعتين اللي هي صلاة الضحى. بعد هيك حبيتوا تناموا ممكن تناموا وتريحوا عشان تقدروا تكملوا نهاركم. ما تضغطوا على أنفسكم وما ترهقوا أنفسكم لدرجة إنه ما يجي آخر النهار تكونوا تعبتوا ومش قادرين تكملوا في بقية العبادات. النوم مش راح يضيع وقتكم، بل بالعكس راح يعطيكم طاقة لإكمال النهار.
وراح تاخدوا أجر لأنكم نايمين ساعتين مثلا بعد الضحى بنية إني أقدر أقوم وأصلي الظهر وأصلي العصر وأنا مرتاح وفكري مرتاح، فأخشع أكثر في الصلاة وفي الدعاء ورتب دعواتي. يعني حتى النوم راح تؤجروا عليه لأن النية معروفة عند الله. ادعوا في هذا اليوم بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المريض يدعي بالشفاء باسم الشافي، اللي رزقه ضيق يدعي باسم الوهاب الكريم الرزاق، اللي بدها ذرية تدعي باسم الوهاب الجبار، يا وهاب هب لي من لدنك ذرية صالحة. اللي بدها زوج تدعي يا وهاب هب لي زوجا صالحا يسر خاطري. اللي بده بيت يدعي يا وهاب هب لي بيتا من عندك من غير لا حول لي ولا قوة. كونوا طماعين في الدعاء، ادعوا بكل ما في أنفسكم حتى الأشياء المعنوية. ادعوا بهداية الزوج وهداية الأولاد، ادعوا بالستر والثبات على الطاعة، لأنه ما في أسهل من وسوسة الشيطان، وممكن في لحظة إنه يزيغ القلوب. عشان هيك أهم دعوة تدعو فيها في هذا اليوم هي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين نبيك محمد. اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى. هناك أدعية شاملة كان يدعو فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، تشمل خير الدنيا وخير الآخرة، زي دعاء الرسول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعاء تاني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهناك دعاء جميل جدا خاصة للي عنده ابتلاء عظيم، كرروه كثيرا في هذا اليوم وفي كل وقت، لكن ركزوا عليه في هذا اليوم. اللهم إني أمتك، إذا كنت رجل قل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. الناصية هي مقدمة اللي هي الجبين، مقدمة الرأس. ماض في حكمك عدل في قضاؤك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. والله أن الشفاء الكبير موجود في كلمات الله وفي القرآن العظيم. أي حدا عنده ابتلاء عظيم لازم يكرر هذا الدعاء كثيرا في يوم عرفة. لا تتخيلوا أثر هذا الدعاء في حياتكم، لا تتخيلوا أثر هذا الدعاء في تفريج الهم والكرب ورفع البلاء ورفع المرض ورفع المصائب. لا تستهينوا بهذا الدعاء، والله إنه دعاء عظيم. يعني انت في الدعاء هذا لما بتكرره انت بتعترف بالله انه لا حول ولا قوة لك الا بالله، وانك قد سلمت كل امورك لله عز وجل كبيرها وصغيرها، وان لا يوجد لك حيلة في حل مشكلتك او في الخروج من هذه المصيبة التي انت بها، وأنت راض بحكم الله، لأن حكم الله دائما فيه خير لنا، حتى لو لم نكن نعلم هذا الخير أو لا نستشعره، بعد فترة رح تعرفوا وين هذا الخير. ادعوا بالغنى، ادعوا بالرزق، ادعوا باسم الله الرزاق ذو القوة المتين، ادعوا باسم الله العزيز الوهاب. ربنا قادر على أنه يفتح لكم أبواب الرزق والغنى من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون. لا تستهينوا بالدعاء، كل من له أمر في الدنيا عليه بالدعاء. يا من ضاقت عليك الدنيا وتريد الرزق الحلال، ادعي باسم الله الواسع العليم الوهاب. لا تنسوا التكبير ولا التهليل، لا تنسوا تاج الذكر، رددوه كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر اسمه تاج الذكر. عارفين شو يعني تاج الذكر؟ يعني هو أروع ذكر ممكن إنكم أنتوا تكرروه. كرروه كتير، كرروه قبل الدعاء واحكوا الدعاء وبعد الدعاء. أهم إشي يكون عندكم يقين شديد، طلعوها من قلوبكم، طلعوا هذا الذكر من قلوبكم، إنه على كل شيء قدير. رددوها قدر المستطاع، ما تحكوا بينكم وبين أنفسكم هذه الدعوة صعبة،
أو هذه الدعوة، الأمر هذا مستحيل. ما في أسباب، ما في بشائر. مالكوا انتوا بتدعوا رب كريم، رب قادر على كل شيء. شو بدكوا بالأسباب، وشو بدكوا بالبشائر، وشو بدكوا بالناس، وشو بدكوا بالدنيا؟ ما لكم وما للأسباب، ما لكم وما للناس، ما لكم وما للعباد، ما لكم وما لهذه الدنيا. أنتم تتعاملون مع رب قدير. عارفين شو يعني رب قدير؟ رب قادر على أن يحيي وأن يميت. من يستطيع أن يحيي أو يميت؟ من يستطيع أن ينزل المطر من السماء؟ من يستطيع أن يرزقك إذا شاء الله؟ والله أن الله لا يعجزه أي شيء، لا في الأرض ولا في السماء. عندما يريد أن يقول للشيء كن فيكون يكون. ربنا يهيئ الأسباب ويهيئ الأمور، ويسخر لكم ملائكة الأرض وملائكة السماء، ويسخر لكم من الأسباب ومن المسببات ومن الناس ومن العباد ومن المال ومن متاع الدنيا ما يعينكم به على قضاء حوائجكم واستجابة دعواتكم. ما في إشي مستحيل على الله، ما في إشي على الله هين. هو يدبر الأمر في السماء وينزله على الأرض. وأهم وقت هو الوقت الذهبي، أنا بسميه هو الوقت الذهبي، هو الوقت من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. هو وقت الذروة، هو وقت الخلوة والتفرغ التام. في هذا الوقت ابعدوا عن أي مشتتات، سيبوا التليفونات، حاولوا تعملوا خلوة لأنفسكم في هذا الوقت. ادخلوا غرفكم، أغلقوا الأبواب، أغلقوا التليفونات، افردوا السجادة، أمسكوا المصحف، أمسكوا المسبحة، ركزوا كثيرا، أكثروا من الصلاة على النبي. ابدأوا بالاستغفار. أولا ابدأوا بالاستغفار، استغفروا كثيرا، استحضروا ذنوبكم، اعقدوا النية على عدم العودة إلى هذه الذنوب. بعدها صلوا على النبي، صلوا على النبي بالصيغة التي أنتم تحبونها، وأفضل صيغة هي الصيغة الإبراهيمية. بعد الصلاة على النبي هللوا، قولوا لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ادعوا بأسماء الله الحسنى، توددوا إلى الله بأسمائه الحسنى. المريض يدعي باسم الشافي، الفقير يدعي باسم العزيز الوهاب الكريم الرزاق ذو القوة المتين. يعني ما تخلوا أي دعوة في أنفسكم، طلعوا كل الذي في قلوبكم. أنتم تناجون الله الآن، أنتم تطلبون من الله ما في أنفسكم. اشكوا إلى الله كل حاجة. تعباكم الدنيا اشكوها إلى الله. في ناس ظلماكم اشكوهم إلى الله. رزقكم قليل اطلبوا من الله الرزق والسعة. أولادكم مغلبينكم ادعوا لهم بالهداية. أزواجكم مغلبينكم ادعوا لهم بالهداية. حابة يكون عندك زوج ادعي بالزوج الصالح. بدك أولاد ادعي بالأولاد. بدكم بيت ادعوا ببيت. بدكم وظيفة ادعوا بوظيفة. اطلبوا كل اللي انتم في أنفسكم، سواء للدنيا أو للآخرة. يعني مش تقولوا تدعوا للدنيا وتنسوا حظكم من الآخرة، لا والله، كمان ما تنسوا حظكم من الآخرة. ادعوا بالتوفيق في الدنيا والآخرة. ادعوا أنتم مطمئنين وموقنين بالإجابة. ما في إشي كبير على الله، ولا في حلم بعيد، ولا في إشي مستحيل. أنا بعتبر يوم عرفة هو يوم الفرص الضائعة التي لا تتعوض. يعني ممكن أنت يكون في فرص راحت منك كتير، وظيفة، بيت، زواج، أولاد، أي إشي حلم كنت حابة أنت تعمليه في حياتك وراح منك. والله أن هذا اليوم هو يوم الفرص الضائعة، هو يوم تحقيق الأحلام، هو يوم جبر القلوب المنكسرة،